يشوف عرض فتاوي، يشوف عرض اسطنبولي، وهو ماشي في مسلك هكا حلو برشا. والناس مثل ما تشوف سواء كان في المسلك متاع مدينة تونس العتيقة، كيف هوني في سيدي بوسعيد اليوم المسلك هو في نهاية الأمر تشجيع كذلك التونسي كسائح أنه يعيد يكتشف الموروث الثقافي والمعمار الجميل، وفي نفس الوقت يتمتع بثقافة الحياة ويتمتع بمجالات عديدة مثل معارض الفنون التشكيلية. نحب نقول هوني أنه حضورهم كبير برشا، الفنانين التشكيليين التوانسة وبرشا عندهم قراءات جديدة حتى لطريقة الرسم يعني الكلاسيكية. شفنا الحقيقة تجارب فريدة من نوعها الحقيقة في كل المسالك الثقافية. فما معارض الفنون التشكيلية وفما موسيقى وفما مسرح وفما يعني كل الأنماط. احنا حابين يكون فما تنوع من تونس لصفاقس للكاف كامل ولايات الجمهورية القروان الكلهم. كان فما ديناميكية حلوة هي إرادة الحياة اللي تونس مش مستعد يستغنى عليها. معناها احنا تو في تونس في حاجه لثقافه الشارع اكثر، انه معناها حاجه المسارح المغلقه. هو المسارح المغلقه ستبقى، ولكن ان ينفتح النشاط الثقافي على تنشيط الشوارع ولكن يكون مدروس. احنا اليوم عندنا كذلك تظاهره بدات في شارع حبيب بورقيبه كذلك، هي ما بين وزاره الثقافه وولايه تونس، تظاهره مهمه وفيها اقبال جماهيري مهم. انه يبادر المواطن انه يعيش في الشارع مع النشاط الثقافي ويتمتع بالثقافه. هكذا متاحه للجميع وبالمجانيه، لانه في رمضان المبدا هذا هو اللي كان في اي ولايه، التظاهرات الكل مفتوحه بالمجانيه. الشباب شارك، وانا نعتبر انهم شاركوا، يعني احنا ما عملناش برامج قعدوا بعاد علينا الشباب. فما حتى مساحات مفتوحه للشباب اللي يحب يجيب جيتارته ولا يحب يلقي شعر ولا يحب يجي يعمل حوار مع بعض من الشعراء ولا بعض من المثقفين. هذا ايضا متاح. هذا هو الحياه، يعني كما قلت لك ثقافه الحياه ندافعوا عليها مع بعضنا. شكرا.